التقارير دي عن الشتائم اللي جاية من رئيس الولايات المتحدة. الإعلام العربي بينقلها على نطاق واسع، وكمان إعلام حماس والإعلام الإيراني، كدليل إن شوفوا خصومنا غير الإسلاميين بيتخانقوا مع بعض. هم حتى مش قادرين يتفقوا مع بعض، وعشان كده إحنا اللي بنكسب. لو الأمور على الأرض ما اتغيرتش يبقى أنت ما كسبتش. لو حماس لسه موجودة في غزة يبقى أنت ما كسبتش الحرب دي. لو حزب الله لسه قادر يبعت كل الطائرات المسيرة دي ويضرب صواريخ يبقى أنت ما كسبتش. أهلا بيكم من جديد في شرقنا الأوسط. الشكل السدلانة. خالد أبو تيمي يا صديقي العزيز، أنا بكلمك من مدينة نيويورك اللي لسه كان فيها موكب التحية لإسرائيل. في لحظة كان موقف درامي جدا، أول مرة يكون فيها عمدة بيدعم الجهاد وبيدعم حركة حماس الإسلامية اللي هي وكيل لجمهورية إيران الإسلامية الشيعية المتطرفة. حاجة غير مسبوقة يا خالد، وده فعلا جزء من حلقتنا النهاردة. انت لسه كاتب مقال رائد اسمه ضعف الغرب في مواجهة الجهاد. ده اللي بنواجهه في مدينة نيويورك وبنواجهه في كل أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والعالم الحر. احنا في لحظة خطيرة جدا جدا في مواجهة الجهاد في الشرق الأوسط واختراقه للغرب. خالد، ازاي شايف الضعف ده؟ عارف، دايما بقول إننا لازم نبص كويس جدا على الرسائل اللي الغرب بيبعتها للجهاديين وباقي الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط. ولو أنت اللي تبعت الرسالة، لو الرسالة اللي بتوصل لهم إنك متعاطف معاهم أو فاهمهم أو متردد ومش واثق أو مش قادر تاخد قرار أو ضعيف، أكيد ده بيشجعهم أكتر. وده بالظبط الرسالة اللي ممداني بعتها للجهاديين في الأيام اللي فاتت. الرسالة هي إنكم كسبانين. عمدة واحدة من أهم المدن في أمريكا وفي العالم واقف في صفكم ضد إسرائيل، يعني مع حماس، يعني مع منظمات الإرهاب الإسلامية، وده هو اللي الناس شايفاه. عشان كده مهم جدا تحط نفسك مكانهم، مكان الخصوم، وتشوف هم شايفين الموضوع إزاي. الموضوع كله عن الانطباع، إزاي الناس شايفينك، وده أهم حاجة دلوقتي. دي نقطة مهمة جدا يا خالد، لأنه بعد ما مشيت مع وفد الكنيسة في موكب التحية لإسرائيل هنا في نيويورك لأول مرة من ساعة تأسيس الموكب سنة 1964، عمدة حالي اللي هو العمدة ممداني قاطع الموكب. ودلوقتي زي ما بتقول ده بيدي انطباع خطير جدا بالنصر للإسلاميين، لأن المقاطعة في الأساس بتشير لكده. بقى في موسم صيد مفتوح على اليهود في أكتر مدينة فيها يهود في العالم خارج إسرائيل. وفي ناس شايفة إن ملاحظتي دي فيها شوية مبالغة، بس أنا بقترح وبصراحة مهتم جدا جدا أسمع رأيك في الموضوع ده. لما يكون في عمدة مسلم كان بيدعو لعولمة الانتفاضة اللي مرته كانت مؤيدة لمجازر الجهاديين في 7 أكتوبر في إسرائيل ضد ناس من 51 دولة، مش بس إسرائيل، بيقاطع أهم احتفال للجالية اليهودية المحلية اللي هو موكب التحية لإسرائيل. ده بيوجه رسالة إن العنف ومعاداة السامية والتحريض على القتل شيء مقبول تماما، سواء كان في نيويورك أو في نيوجيرسي أو في أوروبا أو في أي مكان تاني في العالم. إيه رأيك؟ بعد كده بغض النظر عن خلفيته وبغض النظر عن آرائه السياسية، فكرة إنه بيقاطع زي ما أنت عارف موكب مؤيد لإسرائيل بتوصل رسالة قوية جدا. دي مش رسالة موجهة ضد إسرائيل، هي كمان رسالة ضد اليهود. ده يعتبر إهانة مش بس لإسرائيل لكن كمان للجالية اليهودية. وعشان كده أنا قلت لازم تكون حذر جدا.
عادي تنتقد إسرائيل، عادي تقول إني مش متفق مع سياسات إسرائيل، عادي تنتقد الائتلاف الإسرائيلي، عادي تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية. لكن أول ما تاخد الموضوع خطوة أبعد وتبدأ تشارك في المقاطعات وسحب الاستثمارات وتبدأ تنشر آراء ودعاية ضد إسرائيل، ده بيخلي الموضوع صعب جدا وبيخدم أعداء إسرائيل. وعشان كده لازم نكون حذرين جدا في الموضوع ده. قلتلك لازم دايما تبص ازاي الطرف التاني شايفك، مش شايف ازاي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات فعلا بتساعد في تعزيز السلام والتعايش. أنا دايما كنت بقول إن المقاطعة وسحب الاستثمارات مهما كان مصدرهم فعلا بيسببوا ضرر، بيرتدوا على اللي بيعملهم. لما تطلب من الفلسطينيين مثلا يقاطعوا المنتجات الإسرائيلية زي اللبن والجبنة الإسرائيلية من غير ما توفر لهم بديل، ده مش دعم للفلسطينيين، ده بس ضد إسرائيل. لما تطلب من فلسطينيين يقطعوا الشغل جوه إسرائيل، ده شيء سخيف، لأن أنت بتقدم لهم إيه بدل كده؟ لو مش عايز الفلسطينيين يشتغلوا جوه إسرائيل، وفر لهم بديل. بس الموضوع سهل جدا لبعض الغربيين إنهم يقعدوا في نيويورك أو أوروبا أو في أي مكان في العالم الغربي ويبدأوا ينصحوا الفلسطينيين إيه الصح وإيه الغلط بالنسبة لهم. لو عايز تساعد الفلسطينيين، ابدأ بمبادرات إيجابية. بدل ما تدعوا للمقاطعة، حاولوا تقربوا اليهود والعرب من بعض، ده اللي بيفيد. احنا زهقنا من الحملات السلبية. الحملات السلبية بس بتشجع المتطرفين في الشرق الأوسط. أكيد يا خالد. ولما ننتقل من المقاطعة لمبادرة تعاون بين اليهود والعرب زي ما بنسميها، إيه اللي بيحصل لما الجهاديين يشموا ريحة الضعف زي جمهورية إيران الإسلامية دلوقتي قدام الولايات المتحدة، واللي بيطلع منها رسائل متضاربة من واشنطن؟ من ناحية الرئيس ترامب بيخنق اقتصاد النظام الإسلامي بحرمانهم من الإيرادات والمبيعات لدرجة أنهم خسروا حوالي 15 مليار دولار في الشهر من الإيرادات. ومن ناحية تانية الرسائل اللي الرئيس بيبعتها إنه مستعد يقابل مصطفى خامنئي، هو مستعد حسب تصريحاته على تروث سوشيال وعلى حسابه في اكس انه يقابل حزب الله. كان على تواصل مع قادة بالله بتوعه بشكل غير مباشر، وفي نفس الجملة قال أنا طلبت من نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو إنه ما يهاجمش حي الضاحية، ووافق. كل ده ريحته ضعف بالنسبة للنظام في إيران. أكيد يا دان. إيه؟ اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو زي ما تقول مسرحية، لأن الإيرانيين ووكلائهم بيبصوا على زي ما تقول الرسائل المتضاربة دي من ترامب. هم بيشوفوا زي ما تقول رئيس متردد جدا. هم بيشوفوا رئيس الصبح بيقول حاجة وبالليل بيقول حاجة تانية خالص، حاجة مختلفة تماما. هم بيشوفوا رئيس بيطلق وعود كتير فاضية. هم بيشوفوا رئيس بيهاجم علنا وبشكل واضح. زي ما انت عارف رئيس وزراء أهم حليف لأمريكا، وبيقولوا إنهم بيفرقوا إيديهم من الرضا، وبيقولوا ده رائع. زي ما انت عارف ده فعلا بيساعدنا، ده فعلا بيبين إننا إحنا اللي بنكسب. ده بيبين زي ما انت عارف إن أمريكا ضعيفة. اللي احنا شايفينه دلوقتي مش بيضر مصداقية أمريكا في الشرق الأوسط فعلا. لو عايز تبدأ حرب لازم تخلصها، وما ينفعش تسيب كل الجبهات مفتوحة وتدعي النصر. لو ما كسبتش ده معناه إن حماس وإيران وحزب الله كسبوا، فلازم تقرر. ما ينفعش تسيب الأمور معلقة كده، ده بيوصل رسالة غلط. ونفس الكلام ينطبق على إسرائيل على فكرة. وعشان كده أنا دايما بقول أنا متابع اللي بيقولوا حماس وحزب الله والنظام الإيراني وأنصارهم،
وهم بيبصوا على الموضوع وبيقولوا يعني ماشي انتوا هاجمتوا إيران بس النظام الإيراني لسه موجود. أنت بتحاول تتخلص من حماس وحماس لسه موجودة. انت بتحاول تنزع سلاح حزب الله وتتخلص منه وحزب الله لسه موجود. فلو انت مش بتحقق نصر كامل ده بيكون مشكلة، وده بيتطلب الصبر، وده حاجة صناع القرار في الغرب ما عندهمش. في مقالي النهاردة في معهد جاتستون قلت الغربيين محتاجين يتعلموا من الناس في الشرق الأوسط الصبر. الغربيين عايزين حلول سحرية، عايزين حلول سريعة، وده حاجة مش هتلاقيها في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط اللي عندهم صبر هم اللي بيكسبوا، هم اللي بيحققوا الانتصارات، هم اللي بيعلنوا النصر في الآخر. بس أنا قلقان جدا بشكل شخصي لأني مش شايف أمريكا أو إسرائيل بيكسبوا، وأنا كمان متضايق من التقارير اللي بتتكلم عن خلاف أو نزاع علني بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء إسرائيل. ده تاني بيوصل رسالة للنظام الإيراني ووكلائه إن الأمور ماشية في الاتجاه الصح من وجهة نظرنا. حلمهم دايما كان إنهم يزرعوا فتنة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والتقارير دي عن زي ما انت عارف شتائم جاية من الرئيس الأمريكي وعن خلاف حاد. مكالمات تليفونية مثيرة للجدل. وكل الاقتباسات دي اللي احنا شايفينها الإعلام العربي بينقلها بشكل واسع، وإعلام حماس والإعلام الإيراني يا أستاذ، وبيستشهدوا بيها كدليل إن شوفوا خصومنا اللي مش مسلمين أو مش إسلاميين بيتخانقوا مع بعض، مش قادرين حتى يتفقوا أو يتوحدوا، وعلشان كده إحنا اللي بنكسب. وده بيوفر أرض خصبة لتجنيد جهاديين أكتر في المستقبل. ده شيء خطير جدا ولازم الناس في الغرب ياخدوه في اعتبارهم. خالد، يلا نفكك مفهوم الضعف مقابل الفوز من وجهة نظر أمريكية أو غربية مقابل وجهة نظر عربية شرقية. كغربي هيقولوا استنى شوية، الرئيس ترامب قال، وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسث قال، إحنا الولايات المتحدة دمرنا سلاح الجو بتاع النظام الإيراني والبحرية، وقللوا قدراتهم الصاروخية بنسبة نقول مثلا 70%. هم قضوا على كل أنواع مخازن الصواريخ. هم قضوا على قدرتهم على إنتاج صواريخ جديدة، وكمان قدرتهم على إنتاج الطائرات المسيرة، وكمان القدرة على تخصيب اليورانيوم. احنا عارفين من عملية المطرقة منتصف الليل في يونيو 2025 يعني حصل تدمير كبير وموضوعي لقدرات النظام الإيراني. دلوقتي بعد اللي قلناه من وجهة نظر النظام الإيراني، زي ما قلت هم لسه واقفين ولسه بيهددوا ولسه بيهاجموا، ودلوقتي هم لسه مهاجمين مطار الكويت الدولي، وده من ناحية رمزية يعتبر حاجة كبيرة. ده تطور كبير جدا بالنسبة لهم، خصوصا وإن الصور دي بتلف في العالم كله. ده بيعتمد على حركة السفر في المطار زي ما انت عارف، مش بس السياحة لكن كمان كل أنواع نقل البضائع والمواد وهكذا وهكذا. هم هاجموا الإمارات، هاجموا السعوديين، والإيرانيين هاجموا البحرينيين. فمن وجهة نظرهم هم كده كسبانين، وبيتكلموا كأنهم كسبانين فعلا. وبرغم كده احنا مش شايفين هجوم مضاد أقوى أو حتى غير متناسب من الولايات المتحدة. وبعدين يعني بصراحة ما أقدرش غير أني أوافقك الرأي. بالنسبة لهم النصر معناه البقاء على قيد الحياة، ولو فضلت عايش يبقى أنت كده كسبت. دلوقتي واحد من الأهداف المعلنة أو غير المعلنة للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران كان تغيير النظام. تمام، هو ما تقلش بشكل صريح. دلوقتي أنت ما غيرتش النظام، أنت دمرت القدرات العسكرية بتاعتهم، أنت دمرت البحرية بتاعتهم، أنت دمرت القوات الجوية بتاعتهم،
انت دمرت كتير من منشآتهم، مش عارف منشآت نووية أو أي منشآت تانية أو صواريخ باليستية، بس النظام لسه موجود. وطول ما النظام لسه موجود ده يعتبر نصر، هم اللي كسبانين. ونظام لسه واقف على رجليه ولسه بيتنفس، ده يعتبر نصر. لو النظام ده لسه قادر يضرب مطار الكويت الدولي ويهدد جيران العرب، ولو النظام ده يقدر يفضل يمد حزب الله بالطائرات بدون طيار والأسلحة، ولو النظام ده مستمر في تقديم الدعم المالي أو يمكن كمان الدعم العسكري لحماس في غزة، فين النصر اللي الرئيس ترامب بيتكلم عنه؟ إزاي تقدر تقول إنك بتكسب؟ وإزاي تقول إنك دمرت قدراتهم العسكرية وهم لسه قادرين يضربوا صاروخ على مطار الكويت؟ الحاجات كمان بتتقاس بشكل رمزي. الناس بتصحى الصبح وتسمع يا نهار أبيض مطار الكويت اتهاجم من إيران. إيه الرسالة اللي ده بيوصلها؟ إن النظام الإيراني لسه موجود، النظام الإيراني لسه قادر زي ما انت عارف يهدد جيرانه، والنظام الإيراني وأيديولوجيته لسه موجودين. وبرجع أكرر، مش ممكن تشيل النظام ده في يوم وليلة، ومش هتقدر تقضي على الأيديولوجيا الجهادية دي في أسبوع أو أسبوعين، بس لازم تبين إن عندك عزيمة، لازم تبين إن عندك صبر، ولو ما سلحتش نفسك بالعزيمة والصبر مش هتكسب. دي مش معارك أو حروب ممكن تكسبها في أسابيع أو شهور، ده كتير، وده محتاج استراتيجية طويلة المدى عشان تحارب النظام الشرير ده وأعوانه. وخليني أقولك يعني من اللي بسمعه كمان، هما بيبصوا على إدارة ترامب وبيقولوا شوف ترامب فاضله كام سنة كمان، 2.5 3 سنين، ماشي احنا صبورين، هو هيمشي، هيجي إدارة تانية وهيبقى في سياسة أمريكية مختلفة، الضغط علينا هيخف. دلوقتي هما بيبصوا على اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في لبنان. كم مرة تقال لنا يعني مجلس السلام هيشتغل على نزع سلاح حماس؟ مجلس السلام هيضغط على حماس علشان يسمحوا الحكومة التانية، حاجة اسمها حكومة تكنوقراط، إنها تتولى غزة. كم مرة تقال لنا إنك عارف حزب الله هينزع سلاحه، وحزب الله هينسحب، وحزب الله هيسلم أسلحته، والجيش اللبناني هيمسك مكانه، وكل ده كلام فاضي. لو الأمور مش بتتغير على الأرض يبقى أنت ما كسبتش. لو حماس لسه موجودة في غزة حتى لو بتسيطر على 1% من غزة يبقى أنت ما كسبتش الحرب دي. لو حزب الله لسه قادر يبعت كل الطيارات دي وبيضرب صواريخ على شمال إسرائيل، آسف أنت ما كسبتش. لازم يكون في نهج جديد، لازم تكون صبور، ولو ما كنتش صبور أنت كده بتبعت رسالة غلط. وبكرر لكل الجهاديين دول، آخر حاجة محتاجينها إننا نشجع الجهاديين ونخلي ناس تانية تنضم ليهم عشان يقتنعوا إن القوة العظمى وحليفها إسرائيل مش بيكسبوا، هما مش قادرين يهزمونا. لو مش قادر تهزمهم، لو ما هزمتهمش، هما اللي هيكسبوا. هو ده الوضع. تقدر تقتل آلاف وآلاف منهم، تقدر تدمر قدراتهم العسكرية، بس مفيش نصر كامل. انت محتاج نصر كامل. فالسؤال هنا هو شريكنا في JCFA والخبير القانوني الدولي بوب مايرز اللي شاركنا في المبادرة دي اللي اسمها مواجهة الجهاد، هو خبير في الشؤون الإسلامية الدولية، وقال كده لازم نبص على التفسيرات المتطرفة للقرآن والإسلام سواء في النسخة الشيعية المتطرفة أو النسخة السنية المتطرفة زي ما بتمثلها داعش والقاعدة والإخوان المسلمين. دلوقتي لو بصينا لإيران من وجهة نظر دينية، الDNA بتاعهم ومهمتهم هي تصدير الثورة الشيعية الإسلامية المتطرفة علشان يتسببوا في ظهور المهدي المنتظر
الإمام الثاني عشر الغائب. وده مهم جدا، مش مجرد تمرين أكاديمي في علم آخر الزمان أو سيناريو لنهاية العالم، لكن اللي بيحركهم وبيغذيهم هو التزام ديني عميق وإصرار وعزيمة ومثابرة علشان يسببوا سيناريو عنيف لنهاية العالم. وكنت عايز أعرف رأيك من وجهة نظر إيرانية، من وجهة نظر النظام، الحرس الثوري والآيات الله، لأن أغلب الشعب الإيراني ضد هذا التكليف العقائدي. بس مهم لأصحابنا وزمايلنا في الغرب يفهموا إن المهمة اللي بتحركها الدوافع الدينية دي مش هتتغير، وده الشيء مش معروف في الغرب، وده فعلا بيوضح التزامهم الكامل وإصرارهم وقدرتهم إن هم يقنعوا نفسهم والعالم إن هم ماشيين ناحية نتيجة مخلص أو مسيانية. عارف يعني إيه؟ على مدار 47 سنة اللي فاتوا، الاستراتيجية أو الهدف الرئيسي للثورة الإسلامية كان تصدير الثورة الإسلامية للدول المجاورة، وأولهم وأهمهم الدول العربية والإسلامية اللي حواليهم. دلوقتي إيران أو النظام الإيراني خلينا نقول عندهم تفسيرهم الخاص أو نسختهم الخاصة من زي ما تقول من الإسلام وتعليم الإسلام وإزاي الأمور المفروض تمشي. زي ما قلت، إيران بتمثل الشيعة وسط المسلمين على عكس العالم السني. وفي الإسلام الشيعة معروفين إنهم أكثر تطرفاً وأكثر تشدداً، أو أكثر تمسكاً بمواقفهم. وده خلق احتكاك وتوترات بين السنة والشيعة على مدار القرون اللي فاتت. في حاجة بتوحدهم إذن، وهي مش حاجة أيديولوجية ولا حاجة دينية. اللي بيوحدهم هو إحساسهم إنهم مستهدفين من قوى غير إسلامية، من القوى الغربية العظمى اللي في نظرهم ضد الإسلام وبتكره المسلمين بشكل عام. في حاجة تانية بتوحدهم، وهي معركتهم ضد إسرائيل. العدو المشترك بينهم هما الاثنين. وكثير من الناس سألوني على مدار السنين، يعني لو إيران نظام شيعي ليه بتدعم حماس اللي هي نظام سني؟ وكنت دايما بقول بص، مش من حبهم في حماس، ده لأن إيران وحماس عندهم عدو مشترك اسمه إسرائيل. ولأن من وجهة نظر إيران حماس وكيل رئيسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وواحدة من أهداف حماس، واحدة من أهداف إيران، هي أنها تمسك ورقة طوية في إيدها. وبالنسبة لهم حماس ورقة قوية، أول ما يخلصوا من استخدام حماس حيتخلصوا منها. إيران في الحقيقة مش فارق معاها حماس ولا الشعب الفلسطيني، إيران ليها أهدافها الخاصة. ونفس الكلام ينطبق على لبنان بالمناسبة، بس في لبنان الوضع مختلف لأنه حزب الله جماعة شيعية، بس برضو الموضوع كله عن الهيمنة، كله عن السيطرة. حماس وحزب الله عندهم حاجة مشتركة، الاثنين قاعدين على حدود إسرائيل، ولهم ولإيران ده شيء ممتاز. هم محتاجين حاجة، محتاجين الاثنين دول يكونوا قريبين جدا من إسرائيل علشان يقدروا يستخدموهم في المستقبل، وده اللي احنا فعلا بنشهده. فده بيلخص كل الخلاف بين السنة والشيعة. بص، هم فعلا حطوا خلافاتهم على جنب، هم ما بيتكلموش عن الموضوع ده. مفيش كلام عن التوترات بين الشيعة والمسلمين، ونادرا لما تسمع عن ده. في حاجة اسمها أمريكا وإسرائيل، وده هو اللي موحدهم. عشان كده الهتافات في شوارع طهران، والهتافات في شوارع غزة، والهتافات في شوارع كتير من العواصم العربية هي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، سواء كانت من الشيعة أو من السنة، الموضوع مش فارق كتير. فده فعلا نقطة مهمة جدا لما تقول إن مش فارق كتير لو الدعوة للموت لإسرائيل جاية من أسامة بن لادن. في يوم 11 سبتمبر 2001
لما دمر البرجين التوأم في نيويورك والبنتاغون في واشنطن، أو سواء كان النظام الإيراني اللي قتل آلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط وحاول يغتال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء إدارة ترامب السابقين، جون بولتون ومايك بومبيو وزير الخارجية السابق. دلوقتي سؤالي هنا وإحنا بنقرب نخلص مناقشتنا هو إيه هو؟ في فرق لما أسامة بن لادن يقول إن لازم ندمر التحالف الصليبي الصهيوني. هو مش بيحاول يستدعي ظهور شخصية مخلصة، لكن هو بيحاول يثبت اللي بيسموه دار الإسلام. يعني من وجهة النظر دي الإسلام لازم يسيطر على العالم. أيوة. بص، لما أسامة بن لادن وغيرهم، وأنا سمعتها من قادة تانيين من كل الجماعات الإسلامية دي، لما بيكلموا عن الصهاينة والصليبيين. مين هم الصليبيين أولاً؟ الصهاينة هم إسرائيل. الصليبيين هم الداعمين لإسرائيل واليهود، أو الصهاينة في الحالة دي اللي مش يهود ومش مسلمين. ولأسامة بن لادن وللجماعات الإسلامية دي أصدقاء عدوي هم كمان أعدائي. هم شايفين أمريكا عدوة بسبب دعم أمريكا لإسرائيل. هم بيقولوا من زمان إنه لو ما كانتش أمريكا موجودة كنا قدرنا ندمر إسرائيل. هم شايفين أمريكا والغرب عقبة قدام جهادهم لتدمير إسرائيل. وده واحد من الأسباب اللي بيخليهم يشوفوا المعركة مش بس ضد إسرائيل. وبرضو زي ما قلت، لو بصيت على الصورة الأكبر، الموضوع هنا عن نشر نسختهم من الإسلام، مش بس في الدول العربية والإسلامية، لكن كمان لباقي العالم، وإجبار الناس يا أما يخضعوا ليهم أو يدخلوا في الإسلام أو يتحولوا. الناس دي لسه عايشين في زمن النبي محمد وبيحاربوا ضد غير المسلمين، أو في الحالة دي الكفار، علشان ينشروا الإسلام ويأسسوا الخلافة الإسلامية. ده هو الهدف النهائي. هم بيتخيلوا عالم كله عايش تحت حكم الخليفة، الحاكم المسلم، وفيه بعض غير المسلمين ممكن يسمح لهم يعيشوا كأقلية في البلد دي، لكن الأولوية الأولى لازم تكون إنهم يخلوا كلهم يدخلوا الإسلام. فده هو منظورهم للأمور، ده اللي فعلا مؤمنين بيه. دي الاستراتيجية ودي الأيديولوجية اللي بنتكلم عنها. وبرضه ما فيش فرق إذا كان شيعي أو سني. ده اعتقاد مشترك وحاجة هم مؤمنين بيها جدا وملتزمين بيها بقوة. فالسؤال الأخير، لو المتطرفين السنة والشيعة المتشددين ملتزمين بالتقارب ده في الجهاد ضد غير المؤمنين، يعني المسيحيين، اليهود، وحتى كل البهائيين وأتباع أي ديانة تانية، الدروز، الكرد، وأي ناس تانية مش معرفين نفسهم كمسلمين في الصورة اللي هم شايفينها، إزاي نقدر نحدد النص من وجهة نظر الجهاديين؟ إيه اللي ممكن يقنعهم إنهم خسروا؟ أول حاجة، لازم تشن حرب بلا هوادة ضدهم. لازم تفضل تضربهم باستمرار. لازم تواصل حملتك ضدهم، سواء كانت حملة عسكرية أو حملة اقتصادية. لازم تحاربهم على كذا جبهة. لازم تضعفهم. لازم تلاحقهم 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. لازم توري الناس التانيين إنهم بيخسروا. لو الناس التانيين، لو منافسيهم، لو المسلمين المعتدلين والعرب المعتدلين شافوا إن هم بيخسروا، هيبدأوا زي ما تقول يرفعوا رأسهم. بس لو هم شايفين إن أمريكا مترددة وإن الرئيس ترامب لسه ما قررش، ولو هم شايفين فيه انقسام علني أو واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ده فعلا بيقوي الجماعات المتطرفة.
وبتوصل رسالة للجماعات المضادة للتطرف في العالم العربي والإسلامي إن يعني أمريكا وإسرائيل ضعاف جدا، مش قادرين يكسبوا أي معركة. هم بيخوضوا حروب ملهاش لازمة، يعني مش بتحقق أي حاجة. وده حاجة لازم ناخدها في الاعتبار وإحنا بنتكلم عن الصراع ده. أكيد يا خالد، فإحنا بنختم على نغمة إيجابية زي ما دعا رئيس الوزراء نتنياهو بعد 7 أكتوبر للنصر الكامل. ويبدو فعلا أن إسرائيل رغم كل القيود اللي عليها ماشية في اتجاه النصر. هي في وضع أفضل بكتير في مواجهة الجهاديين مقارنة بيوم 6 أكتوبر، ولسه في حاجات كتير لازم تتعمل. الولايات المتحدة من وجهة نظري ممكن تتعلم كتير من اللي بيحصل. من الالتزام الحديدي فعلا. أكيد من رئيس الوزراء ده علشان يهزم أعدائه، سواء في غزة قدام حماس أو في سوريا قدام الجهاديين أو في لبنان قدام حزب الله أو في اليمن قدام الحوثيين المدعومين من إيران أو في العراق قدام الميليشيات الإيرانية هناك. فإحنا عندنا أخطبوط الجهاد اللي منتشر في كل الشرق الأوسط وبيهدد الشرق الأوسط بالجهاد، وكمان مش بس الغرب. يعني فعلا ده موضوع لازم نتابعه عن قرب جدا. واحنا فعلا عايزين نشكر صديقنا العزيز وزميلنا بوب مايرز اللي فعلا ساعدنا ودفعنا في الاتجاه ده لمواجهة الجهاد بقيادته وشراكته. تعليقك الأخير، ملاحظتك الأخيرة خالد أبو طالب. طيب، يعني عشان نلخص الموضوع، أنا دايما بقول إن لازم نكون واعيين باللي بيحصل في الشرق الأوسط. أنا نفسي أشوف الناس في أمريكا والناس في الغرب اللي بيتعاملوا مع الشرق الأوسط، نفسي أشوفهم يفهموا ثقافة الشرق الأوسط ويفهموا اللغة ويفهموا طريقة التفكير. اللي أنا شايفه دلوقتي هو ناس قاعدة في واشنطن وناس قاعدة في أوروبا بيتكلموا عن الشرق الأوسط وبيعبروا عن آرائهم عن الشرق الأوسط وبياخدوا قرارات تخص الشرق الأوسط من غير ما يفهموا العربي ومن غير ما يفهموا دين الإسلام ومن غير ما يفهموا الناس اللي عايشين في الشرق الأوسط. أنا هنا بتكلم عن العرب والمسلمين، وكمان من غير حتى ما يزوروا الشرق الأوسط. وبيتم اتخاذ قرارات مهمة بخصوص الصراع الإسرائيلي العربي أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناس ما عندهمش معلومات أو خبرة أو تعليم عن الشرق الأوسط، وده شيء مهم جدا. وعشان كده برنامجنا اللي اسمه الشرق الأوسط بتاعنا دايما بيحاول ينقل للجمهور الغربي التفكير اللي بيحصل ورا الكواليس في الشرق الأوسط. الناس فعلا بتقول إيه؟ وإزاي العرب والمسلمين في الشرق الأوسط بيشوفوا تصرفات وكلام الغربيين، وده مهم جدا جدا. فرأيي إنك تكون صبور. لو وعدت بحاجة أوفي بوعدك. لو في خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأحد حلفائها، مش لازم نطلع الغسيل الوسخ برا. خليها خليها تحت السيطرة، أو خليها في غرف مغلقة، وأتمنى الأحسن. دي الطريقة الوحيدة. وكلنا بنأمل، يعني الناس زي وزيك، اللي احنا عايزينه هو شرق أوسط أحسن. احنا عايزين نشوف تعاون، احنا عايزين نشوف تعايش بين العرب والمسلمين، احنا عايزين نشوف إبراهيم أكتر. المسلمين واليهود. العرب والمسلمين واليهود، احنا عايزين نشوف اتفاقيات إبراهيم أكتر هنا. الناس زهقت من الحروب، احنا زهقنا من كل العمليات العسكرية دي، احنا زهقنا من كل المتطرفين، احنا عايزين نتقدم لقدام. دي الرسالة اللي جاية من العرب واليهود اللي عايشين مش بس في إسرائيل لكن كمان في الشرق الأوسط. بصراحة أظن أنك قلتها بشكل ممتاز. دي إمكانيات شرق أوسط جديد. خالد أبو تيمي، صديقي العزيز وزميلي، بقالنا تقريبا 40 سنة مع بعض. ده كان شرق أوسطنا، وبندعو مشاهدينا ينضموا لينا كل أسبوع
علشان ياخدوا نظرة أعمق عن إزاي المنطقة الدرامية دي بتفكر وبتتصرف وبتأثر على الغرب وثقافات تانية حوالين العالم. شكرا يا خالد جدا. شكرا لك.